بما انه هيدا موسم الصباير خلونا نحضر فيهم شي ببورد القلب. الحقونا على التحضير. بداية بدنا نبلش نقطفهم. بداية بدنا ننقع حبات الصباير بداخل المي. مثل ما شايفين شوكيتهم كتير كبار وهودي زفيته باليد رح يأذوا، فهيداك بننقعهم بالمي حتى نتخلص منهم. هلا فقط ننقعهم مدة صغيرة حتى يطلعوا كلهم وبنشيلهم بنستعمل عادي. هلا لوقت ما كنا ننقعوا عنا خلونا نجهز الفواكه اللي بدنا نضيفها معهم اللي هي المانجا، بتطلع رائعة وما أحلاها معها. خلونا ناخذ السكينة وبدنا نرجع نقطعها حتى نجهزها وبنرجع نقطعهم لمكعبات حتى نقدر ناخذهم. هلا عنا بلبنان نحن بنسميه صباير، مثلا بمصر بيقولوا له تين شوكي وله كثير اسامي غير. وبخصوص طريقه التنظيف انا صراحه بحب انقعهم بمي شغله نص ساعه للساعه، بيكون نزل منهم كل الشوك وصار بدخل المي، يعني فقط بنحملها بايدنا وبنقشر مثل ما بدنا. وبعد الساعه يا جماعه بنصفيهم وبنرجع نغسلهم كثير منيح. وهلا صار فينا نقشرهم ونجهزهم، لا بنحتاج لا لكاف ولا هالسوالف كلها، فقط بنشيل الراس والكعب وبنقشر وبنلبس الكاف لانه بلش الجد. فعلا اطيب شيء بالعالم اللي هو الصباير او التين الشوكي. بنلحقهم بالمانجا بعد ما جلدوا عنه، ومثل ما حكيت مسبقا اذا ما جلدوا مش مشكله ابدا، بس من الافضل يكونوا مبردين يعني. ولا فقط بدنا نختمهم بالمي البارده، وهذا هو العصير صراحه. يعني دائما يا جماعه كل ما كان عندنا العصير بسيط كل ما بتطلع نكهته طيبه، مش شرط انه لازم نعجقه ونكتر كثير امور حتى يكون طيب. حرفيا هيك بيطلع عنا مثل قطر ومح. بس في شغله مهمه، انا بدي اضيف عسل لنكون واضحين، لانه المانجا ضفتها اني منها الحلوه الكثير، فيها حموضه، فهيك مش حتطلع عندي هالنكهه الحلوه، فبدي اضيف عسل. ومننزل العسل يا عسل. نرجع بنجيب الكيسه اللي بدنا اياها، هذا هو القوام الصح واللون الصح، شي فاخر ما شاء الله. واكيد بننزل الزينه اللي بدنا اياها. شو بدكم نسمي هذا العصير؟ اكتبوا لي تحت بالكومنت. وبهالطريقه بيكون اطيب عصير مانجا وصباير صار جاهز عنا، وهلا اشربوا شكور. جربوا هاي الوصفه على ضمانتي بتعجبكم، ومسمي بالله ومندوق. بسم الله. شي ظريف صراحه. بالنسبه لي اللي بعطيها تقييم او لا، هيدي المره انتم اللي حتقيموا الوصفه، اكتبوا لي تحت بالكومنت قد ايه بتعطوها من 10، ولا تنسونا باللايك والفولو.